السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عادل أحمد وفيديو جديد من صوت زملكاوي. أتمنى إن أنت تدعمني باللايك والشير ومتابعة الصفحة حتى يصلك كل جديد. الحقيقة النهاردة أخبارنا أخبار تحليلية إلى حد ما، يعني على أحداث مباراة الزمالك في الكونفدرالية، وخلال الفترة القادمة إيه هو تصور المجلس أو الفريق للمباريات القادمة لنادي الزمالك، واللي هي أول مباراة هتكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، غدا أمام بتروجيت. لو بصينا على مباراة الزمالك الأخيرة أمام فريق المصري، هتستوقفك عدة نقاط. النقطة الأولانية إن أنت عندك الفريق جاي كله من أجازة طويلة. الفريق نفسه الأساسي اللي هو المفروض بيلعب المباراة ما تمش الاستعداد ليه للمباراة نفسها، ودي عيب من عيوب المجلس، أو يعني نقدر نقوله إيه، يعني كارثة من كوارث المجلس. أنت عندك بطولة زي بطولة العاصمة، وهو ده اللي احنا اتكلمنا عليه، وأول مباراة ليك اتعادلت 3-3، وكان ممكن إن أنت تكسب في أول المباراة، لكن أنت أهملت البطولة تماما، والفرقة الأساسية بتاعتك ركنتها. أنا مش عارف إيه السبب، يعني مع إنه هو يعتبر معسكر طويل أنت ممكن تعمله للفريق، ولعب يا سيدي طبعا بناشئين زي ما عملت وكلام من ده، بس الفرقة الأساسية أصلا كلها ما لعبتش. يعني الفريق الأساسي أنت ما استفدتش خالص ببطولة العاصمة، واللي كان ممكن على فكرة إن أنت تصعد، وكان ممكن ان انت تنافس في بطولة زي دي. ده احدى الاسباب لتراجع المستوى اللي انا شايفه. بالاضافه لكده وكده، احنا برضو ما نقدرش نلوم معتمد جمال يا جماعه، لان انت عندك غيابات بالجمله في الفريق ده. انت عندك مراكز بحالها غايبه، يعني انت لما تبص مثلا للظهير الايسر اللي فيه فتوح وبنتايج مثلا، انت عندك مركز بحاله مش موجود. لما تيجي للظهير الايمن فيه عمر جابر واللاعب الشاب بارون اوشينج مثلا، المركز ده برضو مش موجود. انت بتلعب محمد ابراهيم الناشئ، يعني انت عندك مركزين اساسيين في الظهير، المركزين مش موجودين اساسا. تعال بص في نص الملعب مثلا هتلاقي دونجا غايب. تعال بص مثلا لواحد زي عبد الله السعيد اساسي معاك غايب، لحين ان معتمد جمال جه تولى الفريق، تولاه بشويه ناشئين، لعيبه ناشئين، عشان يبدا يلعب المباراه الاولى بتاعته اللي هي في كاس العاصمه اللي قدام المصري. تعال بص بقى الفريق مثلا اللعيبه اللي هي جايه من منتخب مصر زي شحاته وزي عبد المجيد، واللعيبه نفسها جايه مستواها هابط، يعني مستوى هابط. والصراحه اللي اثار تعجبي هو محمد اسماعيل. اللي راجع مستواه بسم الله ما شاء الله، يعني واحد من الناس اللي هي أدت بشكل كبير جدا في مباراة المصري في الكونفدرالية. يعني احنا مش عايزين برضو نبخس بحق حد في مباراة المصري في الكونفدرالية، ولكن برضو لازم نقول ان في ناس اجادت، في ناس عليها علامات استفهام زي مثلا تشيكو بنزا وبنزيرا. بنزيرا طبعا الاداء بتاعه مش افضل شيء، مش زي ما جه، بس انا برضو ما اقدرش الوم بنزيرا. يعني شيكو بنزا يعني شيكو بنزا سيء جدا، وانا لو هديله في المباراة مثلا هديله 0 كلاعب. يعني انت الكوره بتوصل لشيكو بنزا وتنتهي حرفيا وتنتهي. انا ما شفتلوش كوره خلال المباراه استلمها وراح بيها واداها لحد تاني. انا الصراحه ما شفتهاش، هي كوره بتتاخد بتترمى قدام، ممكن يرقص واحد. انا ما شفتوش حتى بيرقص واحد، هو بيخش فيهم، انا بشوفه بيخش في اللعيبه. فشيكو بنزا انا ما اعرفش ايه القصه بتاعته، يعني هو كلاعب ايه قصته؟ هو لاعب لا بيشوط ولا بيرفع ولا بيبازي ولا حتى لو هو رماها قدامه بيستلم الكرة ويعرضها مثلا، ما بيحصلش. انا ما بشوفش، هو بيستلم الكرة يفقدها. اكتر واحد في الفريق بيفقد كورة. في ناس بتقول ان هو بيتقدم وان هو كويس، انا الصراحه ما بشوفش. يمكن مباراه المصري الاولانيه هو كان بيلعب دفاعي في الشوط الاول، فيمكن هو دفاعين، وعلى فكره كان هيلبسك برضو طرد. يعني هو كان بيدافع بنوع من انواع الغشامه بشكل، يعني حتى دفاعيا لما هو استغله كان ممكن هيعمل لك طرد، لان هو بيدافع بشكل صعب. يعني انا كنت خلاص، انا قلت الماتش الاولاني اللي هو انتهى 2-0 ده في كاس العاصمه هو هيتطرد.
ولكن هو كلاعب الصراحة في حاجات ياما قوي أنا شايفها ما لا يصلح يا جماعة، لا يصلح كلاعب أجنبي. تعال نبصوا بقى على خوان بيزيرا. خوان بيزيرا لعيب أنا مش عايز ألومه برضه، لأن الولد أول ما جه ممتاز، هو لعيب ممتاز الصراحة. ولكن أنا شايف إن هو اللعيبة اللي حواليه مثلا هي اللي طلعوه بالشكل السيء ده. ده لعيب حريف جدا، وعلى فكرة لما يكون اللاعب عالي قوي زي محمد صلاح بالظبط. انت عندك محمد صلاح في المنتخب، تمام، كله بيلوم محمد صلاح وكله مطلع محمد صلاح انه هو وحش. فاهمني ازاي؟ ليه؟ تعالى حط محمد صلاح ده بقى مع فريق ليفربول، بتلاقيه بيختلف 180 درجة. نفس القصة بالظبط، انت عندك لاعب عالي جدا وفي نفس الوقت في سكواد قليل، فهو عشان اللاعب حريف قوي وانت مستني منه الكتير، وهو فعلا بيعمل الكتير. انت لما تيجي تتفرج عليه خلال المباراة، اللاعب بيلعب وبيبازي وبيروح هنا وبيروح هنا، ولكن اللاعب ما بيلاقيش المسانده. عايز يعمل الوان، بيروح يدي الوان مش لاقي التو. لو لقى حد بيجري بالكوره مش لاقي حد يجري جنبه، محدش بيجري له. فانت تبص تلاقي محدش فاهم فكر الولد او هو عايز يوصل لايه. وكل مدى السكواد حواليه بيقل خلال الفتره اللي فاتت، فهو عشان كده ظاهر بالشكل ده. فانا مش قادر برضو ان انا الوم لاعب زي خوان بزيرا على المستوى بتاعه، ولكن في حاجه ملحوظه فيه اللي هو الفينش بتاعه مش جيد. محمد سيد وإيشو كان مستواهم عالي جدا. يعني أنا عايز أقول لك محمد سيد نزل عمل شغل وقتالي وبيلعب بقتال، وإيشو برضو لعب ممتاز كباك. كان بيلعب يمكن أخطاء قليلة جدا، يعني هو خطأ واحد اللي هي الكرة اللي طلعت من رجله وراحت على الجول، وكان ممكن إن هي تخش جول. عندك بقى بالنسبة للجزيري والدباغ كانوا الأسوأ خلال المباراة. يعني يمكن الدباغ ده اللي ما بيظهرش خالص وما بنشوفوهوش، يعني الدباغ بينزل زي ما نزلش اكنك بتلعب ناقص. فبرضه لعيب عليه علامة استفهام، وده من أول ما جه يعني ما بينش أي أمارة، حتى في الانفرادات ما بيجيبهاش. يمكن أصبحت المشكلة الأساسية في الفريق هي خط الهجوم نفسه. إن أنت بتيجي تهاجم مفيش، ما عندكش مهاجمين. هل ده لأن مثلا الجناحة مش موجودة؟ هل لأن اللعيبة دي ما بيوصلهاش؟ أنت بتلاقي اللاعب بيستلم بيرجع ورا، يعني الدباغ بيستلم ما بيروحش، الدباغ بيستلم بيرجع على ورا. فانت الدباغ برضو ده علامات استفهام كبيرة. بالنسبة للكابتن معتمد جمال، هو تعظيم سلام ان هو قدر ان هو يجمع الفريق نفسيا وعاطفيا، قدر يجمع الفريق. وعلى فكرة اللعيبة نفسيا بتحبه جدا كمدرب. ولكن لما تبص لمعتمد جمال مثلا كمدرب، يعني هو مثلا خلال المؤتمر الصحفي قال جملة خلال المؤتمر ان نادي الزمالك احنا قدرنا ان احنا نلعب في قدرنا يعني بنلعب تحت الكرة في بعض المباراة، في اجزاء من المباراة عشان نقدر نجاري المصري. هو المصري فريق قوي، عشان ما نتكلمش برضه يا جماعة، وفريق تقيل، ولازم نقول الكلام ده من السنة اللي فاتت. ولو هنتكلم انا رحت بصيت على البدايل الاحتياطي هنا والاحتياطي هنا، بصيت لقيت بقى ان المصري عنده احتياطي. فاهمني ازاي؟ عنده محمود حمادة في نص الملعب، عنده كذا لاعب. فاحنا لما نيجي نتكلم، تعالى بص بقى على البدايل عندك في الزمالك كاحتياطي. لا، المصري عنده لعيبه قاعده على الدكه، وعنده لعيبه قاعده غير اللعيبه اللي قاعده عند نادي الزمالك. فانت المصري فرقه تقيله كتصنيف، والاهلي حاليا بيقدر، ورغم كده انت قدرت تكسبه. الاهلي بيعمل له حساب برضو لما يلعب قدام النادي المصري. الفرقه فرقه تقيله وعنده لعيبه محترفين، فما بقتش فرقه سهله. فكونك ان انت تكسبه في الدوري وتكسبه في العاصمه وتتعادل معاه مباراه، فده في حد ذاته انا شايف ان هو حاجه كبيره جدا. ولكن لازم يبقى عندك فكر ككابتن ان انت كفريق، ان انت الزمالك برضو مع كل الاحوال ومع كل الظروف، انت الزمالك انت مش بتلعب بلعيبه، انت بتلعب باسمك كفريق، بتلعب بالاسم بتاعك. وده اللي يفرق بقى المدرب الاجنبي عن المدرب المصري. يعني لما تيجي تشوف مثلا فيريرا في 2014، هتبص تلاقي ان هو كان بيلعب بفرقه، معلش مع احترامي، كانت كسكواد اقل من الفرقه دي. هو جاب لعيبه حرفيا وبدا ان هو يعلمهم كوره. الكلام ده في 2014. الفريق اللي هو خد الدوري، كانت فرقه كلها مغموره، طارق حامد ومحمود علاء وكل الفريق
كان تحس ان هو الفريق كله محدش عارفه، بس بدأ يعمل منهم فرقة وقدر ان هو ياخد بيهم الدوري. لو تبص برضو في الدوريين اللي هو جافريرا في الولاية التانية، قدر برضو ان هو يكون فرقة من الناشئين واللعيبة الكبار السن القدام زي عبد الشافي وزي شيكابالا، وقدر ان هو يعمل منهم فرقة وقدر ان هو ياخد الدوري. لو تيجي تبص على جوميز مثلا يعني احنا لو هنقوله مثلا الفرق بين جوميز والفرق مثلا بالفريق اللي موجود دلوقتي، يعني عندك مثلا جوميز كان عنده زيزو، تمام، انت شلت زيزو جبت بيزيرا، خوان بيزيرا، مين الافضل؟ عندك خوان بيزيرا. تعال بص تلاقي مثلا عدي الدباغ فارق ايه عن عمر فرج؟ انا شايف الاتنين واحد، ما فرقتش كتير يعني. مصطفى شلبي لو هنتكلم كافضل، لا انا مصطفى شلبي حاليا هو افضل من شيكو بنزا. رغم ان انا برضو مصطفى شلبي برضو انا كلاعب ما اقدرش اقول ان هو لاعب كبير، لا هو لعيب عادي، بس هو كان افيد للزمالك من شيكو بنزا. على الاقل هتلاقيه هيرفع، على الاقل هتلاقيه هيباظي، هتلاقيه. انما انت عندك شيكو بنزا بيستلم، ولو استلم هي الكرة بتنتهي عند شيكو بنزا. فانا مش شايف ان هو فايد الفريق في اي شيء، ده بالعكس اكتر واحد بيفقد الكرة، بيخليك تفقد الكرة بمنتهى السرعة. اخوان بزيرة بقى برضو مشكلته ان هو بيرقص كتير وما بيلاقيش حد يبازيله، وبيسقط في نص الملعب عشان يفتح لنفسه. فانت برضو سقوطه في نص الملعب ده افقدك الجناح برضو فايدته كفايدة. يعني اخوان بزيرة بيضم لجوه نص الملعب ويخش يرقص عشان يخش، فبيفقد برضو الكوره. فانت الجناحه بتاعتك برضو النقطه دي لازم معتمد جمال خلال الفتره الجايه لازم يحاول يصلحها، لان انت عندك الاثنين الجناحه عندك بيفقدوا الكوره بسهوله جدا، وفي نفس الوقت موت لك خط الهجوم. يعني ولا بنشوف عدي ولا بنشوف الجزيري، فانت هجوميا ميت تماما. ولو هتكلم بشكل بقى مش عايز اظلم الناس، فهقول لك انت كمنظومة برضو ممكن يكون في مشكلة عندك، مشكلة ان اللعيبة ديت غير يعني ملتزمة في التدريبات، لان انت ما بتسددش فلوس الناس دي اول باول. فدي برضو ممكن ان هي تأثر لك على الفريق بالشكل السلبي الى حد ما، رغم ان هو برضو يعتبر النتيجة دي افضل نتيجة خلال الايقافات وخلال الاصابات وخلال هي تعتبر نتيجه كويسه جدا. انت كل اللي كنت تحلم بيه ان انت تاخد من المصري مثلا، انت بتحلم تاخد 4 نقط. يعني انت عايز تكسب المصري، احنا قلنا المباراه دي لو طلعت تعادل كسبنا ان شاء الله، ولكن المكسب كان بعيد لان هم بيقاتلوا غير كاس العاصمه، هو كده كده متصدر، فانت كنت بتحلم بال4 نقط. فانت لو قدرت ان انت تاخد الماتش الجاي يبقى انت كده حققت الهدف الاساسي بتاعك. ولكن برضو اقول لك ان المستوى اللي احنا وصلنا فيه بسبب المنظومه، ان اللعيبه دي ما بتاخدش فلوسها اول باول. فاللعيبه حته التدريب والاصرار والمفروض ان انت تبقى قاعد مركز ما تفكرش في الفلوس، انما انت اول حاجه بتفكر فيها الفلوس، فين فلوسي؟ فهي دي برضو جزء مؤثر جدا على الفريق. تعال بص مثلا لعيب زي عدي الدباغ وشيكو بنزا، دول مع فرقهم، ده مع فلسطين وده بيلعب في الكونغو ولا بيلعب فين، اللي هو شيكو بنزا، تبص تلاقيه مختلف تماما كلاعب. هل السبب مثلا اللعيبه اللي بتلعب حواليه؟ طب ايه يعني السبب ايه ان هو بيمثل خطوره؟ ده بيروح وبيجيب اجوان وبيقاتل فهو في مشكله عند شيكو بنزا لازم المدرب يحلها. فهو ده اللي احنا بنتكلم، الفرق بين المدرب الاجنبي والفرق بين المدرب المصري. برضو مش عايزين نظلم معتمد جمال قوي، ولكن يجب ان المدرب الاجنبي بيلعب بشخصيه الفريق وما بيلعبش بشخصيه اللعيبه. فهو داخل انا الزمالك انا كده كده هكسب، هو مش في دماغه، هو داخل انا عايز اكسب الفرقه اللي قدامي. ولكن لو جينا قيمنا اللعيبه ديت ايام جوميز وايام معتمد جمال، لا ايام جوميز كانت اللعيبه اقل، وجوميز لو هو معاه لعيبه زي اللعيبه اللي موجوده ديت، فاحنا هنبص نلاقي الفريق بتاعك افضل حاليا من الفتره بتاعت جوميز. انت حاليا معاك برضو لعيبه الى حد كبير في مراكز، وعندك برضو في مراكز زي خط الدفاع مثلا عندك وفره في اللاعبين، وخط النص برضو بقى افضل بكتير. انت بعد ما مشي امام عاشور ما كانش عندك حد اصلا، انت عندك دلوقتي محمد اسماعيل ممكن تلعب بيه نص ملعب، عندك شحاته، عندك دونجا، عندك احمد حمدي، عندك محمد السائق، لا 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 لا, لا. في
ما كانش عندك خالص، ولا كان ظهر محمد سيد دوت، ولا كان ظهر محمد اسماعيل ممكن تلعب بيه نص ملعب، ولا ما كانش فيه. يعني هو كان محمد شحاته بس هو اللي في نص الملعب. وكان ساعتها دونجا، جابوا دونجا، وكان دونجا برضو مش افضل شيء، دونجا مستواه اتطور جدا. فانت ما كانش عندك في خط النص فريق خالص، يمكن هو الفريق كله نص الملعب، الجزء بتاع نص الملعب. طبعا هو ده تحليليا كده، حللت لك، القيت لك الضوء طبعا على المباراه والاحداث اللي حصلت، لان احنا برضو ما نقدرش نظلم معتمد جمال خلال الفتره اللي فاتت ديت، لان هو برضو محكوم بحاجات معينه وظروف معينه مرت بيه. فهو خلال مباراتين قدر يحقق الفوز في مباراه على نفس الفريق، وتعادل مع نفس الفريق اللي هو يعتبر سكواد قوي جدا، اللي هو فريق المصري. طبعا مباراه المصري بتروجيت الجايه اللي هي هتكون غدا ان شاء الله، هيكون الوضع افضل الى حد كبير، لان انت هيرجع لك المفروض، هيرجع لك بقى بنتايج، وهيرجع لك عمر جابر، وهيرجع لك دونجا مره اخرى. ما تقدرش ان انت تضخ بيهم او تنزلهم في المباراه، ولكن اوراق ممكن ان انت تلعب بيها خلال المباراه. طب لو هنيجي نحلل مثلا وضع الفريق في المجموعه، انت عندك طبعا بالتعادل دوت المصري طبعا داخل المباراه عنده 6 نقط، بقى عنده 7 نقط. الزمالك داخل المباراه ب4 نقط، بقى عنده 5. ولكن اللي قلب الترابيزه وبدا ان هو الناس تشعر وتستشعر ان احنا هنخش بقى في حسبه بيرما، هو فريق كايزر تشيفز. كايزر تشيفز قدر ان هو يفوز خارج ارضه على فريق زيسكو، وبكده هو طبعا كايزر تشيفز داخل المباراه بنقطه واحده، خسر من المصري وتعادل مع الزمالك على ارضه، فهو اصبح عنده بفوز على زيسكو، كسب زيسكو على ارضه، يبقى بقى 4 نقط. فمباراته القادمه هتبقى مع زيسكو في ارض كايزر تشيفز، فوارد جدا ان هو يكسب، وهتبص تلاقيه ان هو بقى 7 نقاط، اصبح بيهدد الزمالك واصبح بيهدد المصري. المباراه الجايه المصري مش عايز يخسر، المصري عايز يجمع، ياخد على الاقل، على الاقل ان لم يكن الفوز فهو التعادل، فهو هيقاتل عشان يكسب. انت لو كسبت هتطلع من الكلام ده كله، هتبص تلاقي الزمالك هيبقى 8 نقط وزيسكو 7 والمصري 7. فانت المكسب المباراه الجايه هيفرق معاك كتير. المباراه اللي بعديها هتطلع لزيسكو خارج ارضك، فانت المباراه دي هتسيب بقى المصري وكايزر تشيفز هما مع بعض وفي كايزر تشيفز. فالمباراه دي ممكن لو انت كسبت هتبص تلاقي مثلا المصري داخل 7 نقط، وساعتها كايزر تشيفز لو كسب هيبقى 7 نقط. فدي هتبقى مباراه ناريه لو هما تعادلوا في صالحك وانت طلعت بره. بقيت انت مثلا كسبت، قدرت تكسب، بقيت 8 نقط وطلعت بره كسبت، خلاص قصه انتهت، القصه انتهت. هتبقى انت ساعتها 11 نقطه، والفريق بتاع كايزر تشيفز على ارضك ده تحصيل حاصل ومش فارقه معاك كتير. طيب لو اتعادلت هيبقى الزمالك كده في الحاله اللي زي دي، تعادلك مع المصري هتبقى انت 6 نقط، هتطلع برضو تكسب خلال المباراه اللي هي مع زيسكو، ساعتها انت هتبقى 9 نقط. ولو هم تعادلوا مع بعض هيبقى ساعتها المصري 8، هيبقى 9 مساوي ليك، وهيبقى فريق كايزر تشيفز هيبقى 8 نقاط. هتبقى برضو المباراة اللي هي هنا مباراة نارية اللي هي مع كايزر تشيفز، هتبقى بقى مباراة على الأول والتاني ساعتها، لأن المصري هيكسب زيسكو. فأنت أفضل نتيجة تحققها إن أنت تخلص نفسك وتكسب المصري. لو قدرت ان انت تكسب المصري مباراة على ارضك وتقدر تجمع ال6 نقاط الجايين، يبقى انت كده انهيت المباراة. وفريق زيسكو هو يعتبر الاضعف، والمصري كسبه وكايزر تشيفز كسبه على ارضه، فهو فريق ضعيف. انت تقدر ان انت تروح ان شاء الله تقدر تجمع نقاط. وخلي بالك احنا ضيعنا الفوز من ايدينا، احنا كان ممكن نقضي على كايزر تشيفز خالص، للاسف احنا ادينا له نقطة. انما انت لو كنت قضيت عليه كان زمان نادي الزمالك دلوقتي 7 نقط متساوي مع المصري، لو قدر يفوز في مباراة كايزر تشيفز دي، وكان قضى على اماله خالص، كان زمانه بقى 7 نقط، وكايزر تشيفز ده عنده 5 نقط. 5 نقط ايه، كان زمانه كان عنده 3 نقط، كان زمانه عنده 3 نقط واماله بعيدة جدا، وانت عندك في نفس الوقت 7 نقاط، كنت هتخش المباراة مرتاح جدا في المباراة القادمة.
في عدة قرارات ظهرت طبعا بعد أداء، أنا بقول لك بقى على الأحداث اللي هي حصلت، إن في قرار من الإدارة برحيل شيكو بنزا، إن هم عايزين شيكو بنزا خلال الفترة الصيفية يخلصوا من هذا اللاعب الذي لم يقدم أي مردود، وتطوير المستوى ما بيتطورش، بل بالعكس الأداء بيقل، والقدرة كبيرة جدا على فقد الكورة داخل الملعب، وفي اتجاه ان هم يخلصوا من شيكو منزا. ولكن من البديل؟ البديل الحقيقه ان ظهر فتره من فترات الزمالك كان بيفاوض احمد عبد القادر، ويمكن بداوا ينزلوا اللاعب في خلال مباراه الاهلي، بدا ان هو يرضيه شويه وينزله، بعد كده اختفى احمد عبد القادر من المشهد تماما، وقال لك هنجدد لاحمد عبد القادر وهنجيب احمد عبد القادر وهنرجع لاحمد عبد القادر، الا ان احمد عبد القادر لغايه دلوقتي في الاهلي ما بيلعبش او ما بيقدمش المردود اللي احنا بنشوفوه. ففي مفاوضات رجعت تاني مع احمد عبد القادر للعوده في هذه الجبهه، لان الجبهه دي ماتت حرفيا من بعد ما مشي بن شرقي. جبنا طبعا كان فيها شلبي، وبعد كده بعد شلبي جابوا شيكو بنزا، وقبليه مشلاك وابراهيم نضاي. حرفيا بدات تقل 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 لغايه ما بقت مفقوده خالص الجبهه دي، ما بقاش فيها حاليا اي حد. طبعا خلال المباراة الجاية اللي هي بتروجيت، محمد سيد ممكن نلاقيه أساسي إن شاء الله، ممكن نلاقي عواد طبعا أساسي. معتمد جمال قال لك أنا هعتمد على عواد خلال هو بيثق جدا في عواد، ومحمد صبحي حاول إن هو يخرج طبعا من التشكيلة الأساسية في المباراة. إحنا محتاجين كل اللي محتاجينه، إحنا محتاجين حارس مرمى، ويمكن إحنا كان الاتفاق أول الموسم إن أنت هتمشي حارس مرمى، وهيبقى عندك حارس مرمى بديل معاك هيتبادل معاك، وفي نفس الوقت معاك حارس مرمى شاب اللي هو محمود الشناوي، وهنقدر ان احنا نكمل. ولكن محمد صبحي كان عايز يلعب المره، لكن معتمد جمال قال لك انا الحارس المرمى الاساسي بتاعي هو محمد عواد، هو الاساسي في المباراه، فهو قريب جدا. طب بالنسبه لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد لا زال مصاب داخل المباراه القادمه، ومش هيلعب امام بتروجيت. وطلعت اخبار كتير بقى ان عبد الله السعيد زعلان، وان عبد الله السعيد زعلان عشان ناصر ماهر مشي، ولكن يا جماعه عبد الله السعيد مصاب ولا زال لم يعني ما فيش عمليه استشفاء. نخرج بقى من مباراه المصري والزمالك وتحليلها والمباراه القادمه لعده اخبار كده خفيفه. اول حاجه ان الخطاب اللي جاي من سيف جعفر طبعا كان فيك بخصوص النادي الاهلي القطري، خبر فيك والخبر غير صحيح بالمره. يمكن الخبر ده انا في الاخر صدقته وفرحت والله، قلت لو جالهم حاجه زي كده يعني يخلصوا من سيف جعفر ويروح يحترف عادي مفيش مشكله، وحتى لو ببلاش بنيه البيع، مع ان انا يعني حتى لو الكلام ده حقيقي هم مش هيشتروه كلاعب. فالخبر طلع ان هو فيك، واعلن الاهلي السعودي مش القطري، الاهلي السعودي، ان هم الخبر غير صحيح بالمره. تعال نبص بقى على تحايل النادي الاهلي، الجزئيه بتاعت ان هو اعار اكتر من 11 لاعب، رغم ان اللائحه بتقول ان هو الاعاره 6 لاعبين بس. الاهلي بقى عمل ايه؟ الاهلي جاب فسخ عقده مع اللاعب بتاعه. ده احنا بنتكلم في ايه؟ في فسخ عقد 5 لاعبين. فسخ عقد اللعيبه الزياده اللي هي بتاعت الاعاره دي، بيتحايل على اللائحه. فسخ عقد اللاعب، وبعد كده خلاه يكتب عقد جديد مع النادي، اللي هو عمل حاجه اسمها عقد ثلاثي، خلاه يكتب عقد مع النادي التاني، يكتبوا هما الاثنين عقد يعني ما بين اللاعب وما بين النادي، والاهلي تالت معاهم. العقد الجديد بقى فيه ايه؟ في بند بان اللاعب لازم يرجع تاني النادي الاهلي للحفاظ على حقوق النادي الاهلي، يعني اعاره على شكل بيع، ان هو باعه مثلا هيبيعه بقد كده، ولكن في العقد بند ان اللاعب يرجع النادي الاهلي مره اخرى. ده اسمه تحايل. العقد الثلاثي ده اسمه تحايل، وانت بتتحايل عشان تعمل اعاره، وده هيبان في السعر. يعني مثلا انت هتروح تبيع لاعب، معقوله مثلا هتروح تبيع لاعب مثلا بقيمه يعني بقيمه
لاعب مثلا عامل 40 ولا 50 مليون، تروح انت تبيعه مثلا مثلا ب 5 مليون ولا 6 مليون اعاره، مثلا تروح انت تبيعه ب 5 مليون، فده هيبان في سعر البيع. ولكن اتحاد الكوره لا يرى لا يسمع لا يتكلم، وكله بيتفرج على الحاجات اللي هي بتظهر في الدوري المصري، ومحدش، كل واحد عامل ميت وكأني ما شافش وكأني ما فهمش، ولكن اللي بيحصل ده اسمه تحايل على اللائحه. بهذا الخبر انتهى الفيديو، ولم تنتهي أخبارنا، ولازال لدينا المزيد في فيديوهات أخرى. دمتم سالمين.